اسعار الطماطم ايه بالمناسبه؟ العدايه عارفين اللي هي القفص، يعني بنقولها كده، يعني القفص بكام؟ يعني ثمن الكيلو زي ما بالظبط قالوها لي، ثمن الكيلو يا دوب ممكن 2 جنيه 2 جنيه ونص. احمد موسى يا حضرات سايب اسعار كل المواد الغذائيه واللحوم والفراخ والاسماك وكل حاجه في البقاله، ومسك في الطماطم اللي بقت ب 2 جنيه ونص. وبصراحه مش عارف السعر دوت جابه منين، لان اللي انا اعرفه ان اخر حاجه الطماطم اقل سعر وصلته كانت ب 5 جنيه الكيلو. ماسك في الطماطم وكأن الناس هتعيش حياتها كلها على الطماطم، مش هتاكل اي حاجه غير الطماطم وبس. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. ما هي فعلا مجنونه بنت مجنونه. ده خلاص احمد موسى قرب يعمل شهاده تقدير للبلد بمناسبه نزول سعر الطماطم. ما اعرفش ليه بصراحه يا احمد يا موسى انت عمال تتكلم عن الطماطم كده وكانه انجاز غير مسبوق بالمره. بس يا ترى بقى يا احمد يا موسى ما فيش اي انجاز تاني في اي حاجه تانيه غير الطماطم وبس؟ يعني ما فيش انجاز في اللحمه، ما فيش انجاز كده ممكن نسمع عنه في الفراخ قريب، ما فيش انجاز في باقي الخضروات اللي اسعارها يعني في منها وصل 120 جنيه الكيلو السنه دي زي ورق العنب مثلا؟ ولا هو الانجاز اللي حصل في الطماطم وبس؟ على فكرة يا ابو حميد الطماطم ديت حاجة اساسية في طبق السلطة اللي اي بيت مصري بيتحط قدامه على الطبلية في كل وجبة اساسية. طبق السلطة ده اساسي، ومعاك ان الطماطم هي الحاجة الرئيسية في طبق السلطة. بس على فكرة يا ابو حميد الطماطم لو اتعملت في السلطة من غير خيار وشطة وليمون وشوية خضرة كده، على فكرة الطماطم هتزعل منك قوي وتاخد على خاطرها منك جدا. عارف ليه يا ابو حميد؟ لان الطماطم يا حبيبي اساسا في طبق السلطه لو ما تحطش معاها حاجه ما تبقاش اسمها سلطه، تبقى اسمها طماطم او صلصه بس. زائد ان السلطه الطماطم بتحب جدا يبقى معاها الخيار كده، الخيار على يمينها والشطه على شمالها وشويه خضره كده مرشوشين في الوش كده على الوش سلطه، وليمونتين معصورين من ابو الكيلو اللي وصل 80 جنيه. ولا مش واخد بالك ولا ايه؟ تعالوا بينا كده يا جماعه بالراحه نشوف ونسمع وجهه نظر احمد موسى في الانخفاض الرهيب اللي حصل في اسعار الطماطم. وهل يا ترى الطماطم هتفضل بالسعر الجميل بتاعها ده اللي ب 2 جنيه ونص اساسا اللي احمد موسى بيقول عليه، اللي احنا اصلا ما سمعناش عنه قبل كده ولا هو موجود في السوق دلوقتي، تمام؟ ولا هترجع تغلى كمان شهر ولا شهرين وتوصل 25 و30 جنيه الكيلو؟ بس يا ريت قبل ما نبدا لو لسه بتشوفونا لاول مره حبايبنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، وصلوا على النبي، واللي يصلي على النبي يكسب. في حد النهارده، في حد بتكلم كده يعني نزل ما لقاش طماطم؟ اسعار الطماطم ايه بالمناسبه؟ اسعار الطماطم ايه؟ اسعار الخضار اخبارها ايه في رمضان؟ طب السنه اللي فاتت كان بكام والسنه دي بكام؟ لا يا ابو حميد هي الحقيقه يا حبيبي الطماطم موجوده وبزياده كمان، وبتسلم عليك قوي قوي قوي، وبتقول لك ان السعر زي الفل بصراحه على كده. اما بقى بالنسبه لباقي اسعار الخضروات اللي موجوده في السوق فاحب اطمنك ان هي في متناول المواطن الوزير، قصدي المواطن الفقير. والدليل على كده يا احمد يا موسى ان ورق العنب ب 80 جنيه وفي ناس بتبيعه ب 100 جنيه. عايز اطمنك واقول لك ان الكوسه وصلت ل 100 جنيه الكيلو، واطمنك اكتر واقول لك ان البتنجان اللي كان ب 5 جنيه وب 10 جنيه قبل كده وصل سعره ل 50 جنيه، والخيار ب 25 وب 30 جنيه. واحب اطمنك اكتر على الليمون على فكره يا ابو حميد اللي طبق السلطه ما بيستغناش عنه، الكيلو فيه ب 80 جنيه. وانا مش عايز يا ابو حميد اطول عليك في بقيه اسعار الخضروات اللي موجوده في السوق كلها علشان خاطر المواطن قصدي المشاهد يعني ما يزهقش ويمل مننا، لان اكيد طبعا باقي المواطنين والمشاهدين عارفين اسعار السوق كويس. ما تنسوش بقى يا حبايبنا تعرفوا احمد موسى بالاسعار ديت في الكومنتات. ده لو انا نسيت اقول لكم على حاجه. تصدق كنت هنسى يا ابو حميد، هي الطماطم بقت بكام دلوقتي؟ وسالتهم تحديدا على الطماطم قالوا لي العدايه عارفين اللي هي القفص، يعني بنقولها كده، يعني القفص بكام؟ يعني ثمن الكيلو زي ما بالظبط قالوها لي، ثمن الكيلو يا دوب ممكن 2 جنيه 2 جنيه ونص. ايه يا ابو حميد هو انت بتضحك يا احمد يا موسى على الطماطم ولا على العدايه ولا بتضحك على ايه بالظبط؟ ولا الطماطم قالت لك نكته في ودانك واحنا ما نعرفهاش ولا ايه؟ تخيل السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على كام؟ 30 و35 جنيه. اتاحه السلع، توافر السلع، الله ده مش جهد دوله ولا ده اتعمل كده من فراغ يعني؟ يا سلام يا اخويا يا سلام يا حبيبي، يعني هي الدوله اتدخلت عشان الطماطم توصل 2 جنيه ونص الكيلو زي ما سعادتك بتقول؟ طب الدوله ما اتدخلتش ليه لما كانت من 5 6 شهور ب 25 جنيه كيلو الطماطم؟ ها تقدر تقول لي؟ الله مش في شعب، في 120 مليون بيفطروا ويتسحروا، بسم الله ما شاء الله ويزيد ويبارك يا رب.
صح. ده على اساس بقى ان احنا خلاص هنتسحر ونفطر طماطم وبس. يعني على سبيل المثال يا ابو حميد، يعني السحور هناكل طماطم بس، ما ينفعش جنب الطماطم يبقى شويه فول كده، كيس فول من اللي بنجيبه من ابو 10 جنيه اللي بياكل فردين ولا مش هيبقى مثلا جنب كيس الفول بيضتين 3 من ابو الطبق فيه ابو 150 جنيه يعني. اما بقى بالنسبه لكلمتك الحلوه ده احنا شعب 120 مليون وربنا يزيد ويبارك. انت فعلا يا ابو حميد تقصد فعلا الكلمه اللي طلعت من حنكك دلوقتي ربنا يزيد ويبارك، ولا الكلمه دي طلعت من غير انت ما تاخد بالك وتقصد؟ يعني انت فعلا يا ابو حميد عايز الشعب يكتر ويزيد ولا ما تقصدش؟ هل هناك سلعه رز؟ هل اختفى الرز؟ موجود ولا مش موجود؟ مكرونه اخبارها ايه؟ كل الانواع، فول والطعميه اخبارهم ايه؟ ووجبات السحور اخبارها ايه؟ هل في حد نزل يدور على حاجه ولقى سعرها قال لك الحقوني ضرب السعر في 3 4 زي ما كان بيحصل؟ هل ده موجود؟ طب ما ده جهد للدوله. لا يا ابو حميد، الرز موجود وب 30 جنيه الكيلو، والمكرونه موجوده وب 30 جنيه الكيلو، والطعميه موجوده وبجنيه، وفي متناول المواطن الفقير الطعميه قد رغيف العيش بالظبط. بالنسبه بقى يا ابو حميد للناس اللي بتقول الحقونا السعر انضرب في 3 والسعر انضرب في 4، فانا عايز اقول لك يا حبيبي ان الناس برضو والشعب كله بيقول الحقونا، بس بنقولها في سرنا، وعلى فكره بنقولها علشان غلو الاسعار اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. الغريب يا جماعه ان احمد موسى طلع النهارده يتكلم عن اسعار الطماطم وبس، لكن ما عندوش الجرأه انه يتكلم في اسعار باقي الخضار ولا اسعار السلع التموينيه ولا يتكلم في اسعار اللحوم والفراخ والاسماك ولا اي حاجه. طبعا يا موسى مش هتقدر تتكلم في اسعار اللحمه اللي وصلت 400 جنيه وبقى لها فتره ثابته على كده. هل فعلا في متناول المواطن الفقير؟ واكيد مش هتتكلم عن الفراخ اللي سعرها عدى الكيلو فيه اكتر من 110 جنيه ويمكن بيوصل ل 120 في بعض الاماكن كمان، برضه مش هتتكلم في ده. طب ايه اخبار السمك يا ابو حميد بتاع الغلابه اللي الكيلو فيه عدى ال 95 جنيه؟ طب بالنسبه بقى للرز والمكرونه والشاي والسكر والسمنه والدقيق وهلم جرجر والحاجات اللي انت عارفها دي كلها، هل يا ترى عندك الجرأة انك تطلع تتكلم في اسعارها ولا بتيجي عند الحاجات دي وتسكت بس؟ طب والفاكهه يا حماده مفيش اخبار عند حضرتك باسعارها؟ الكيلو التفاح اللي عدى ال 100 جنيه ولا كيلو الموز بتاع الغلابه اللي وصل 35 و40 جنيه؟ ايه يا ابو حميد ما عندكش معلومه بالحاجات دي ولا ايه؟ ولا انت يا احمد يا موسى بتطلع ترقص كده للحاجه اللي بترخص وبس؟ والاسعار الطبيعيه لما بتغلى زياده عن اللزوم ما بتقدرش تتكلم وتفتح بقك غير انك تقول لنا استحمله. طب ادينا قاعدين لك يا احمد يا موسى لما نستنى بس شهر ولا شهرين والطماطم ترجع تغلى وتوصل سعرها لاكتر من 20 و25 جنيه، ساعتها نشوفك هتقدر تطلع تفتح بقك وتتكلم في الاسعار ولا لا. ويمكن ساعتها كمان يا ابو حميد تطلع وتقول لنا احمدوا ربنا انكم لاقيينها. مش هو ده الكلام اللي انت بتقوله ولا ايه؟ زي ما بتيجي دلوقتي برضه تقول احمدوا ربنا ان انتوا لاقيين بقيه السلع التموينيه. على فكره يا ابو حميد، على فكره يا احمد يا موسى، انا ما طلعتش اتكلمت وجبت سيرتك غير لما انت بنفسك وقلت انا ما بزعلش من النقد، اللي عايز ينتقد ينتقد. فاكر ولا فكرك؟ انتقد، انا ما عنديش مشكله في النقد خالص، ما عنديش مشكله، وقول رايك زي ما انت عايز. شفت بقى يا عم، ادينا بنطلع ننتقدك وبنقول راينا فيك بمنتهى الحريه والصراحه والموضوعيه والديمقراطيه، عشان بعد كده يا ابو حميد ما تجيش تزعل مننا وترجع تزعل لما تلاقي الفيديو ان شاء الله وصل لمليون مشاهده وجايب قد 500 600 الف لايك ولا حاجه. ادينا بقول اهو. وبعد اذنكم يا جماعه لو لسه متابعين معانا لحد دلوقتي، عايزين نوصل الفيديو ده ان شاء الله بمجهودكم ل 500 الف لايك اقل حاجه. ولو اول مره يا جماعه بتشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، ومستني تعليقاتكم الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.